أتوقع خسارة المغرب ضد أمريكا لأقل من 20 سنة في ربع كأس العالم، لأن لا مستحيل مع المغربي، هكذا التحدي للمغاربة. اليوم راح نشوفوا خسارة المنتخب المغربي أفضلية من جهة أمريكا. منتخب الولايات المتحدة يعني تنظيم محكم، يعرف الكرة جيدا. هذا الإصرار من أين لك هذا التحدي المغربي. هؤلاء شباب المغرب، هؤلاء مستقبل المنتخب الأول، يصنعون الفرجة ويصنعون الانتصار بعيدا عن لغة الانكسار هنا في أرض تشيلي، أرض تشيلي في المونديال. ما هم سهلين. أظن منذ مقابلة راح تكون صعيبة. أفضلية بالك الناس تشوفها بزاف من جهة أمريكا، ولكن المقابلة راح تكون خشينة، وكما يقول لك اللعب الاندفاع البدني. ليها عليها، هكذا وشعار وتحدي المغاربة لتبقى الراية المغربية خفاقة في المنتدى الدولي وفي الملاعب العالمية.